وهيروح يعزمها على العشاء وهيقول لها انا جربت قوة الخاتم بتاعك والصراحة انا شفتك انتي، وهيعترف لها انه معجب بيها ومش مستعجل ابدا على رأيها، وممكن ترد عليه بعد عرض الازياء عادي. وفي نفس الوقت سي جون هيعرف ان امه مش هتحضر العرض بتاعه، فهيروح يشكي همه لمي جو اللي هتقوله ايه المعيلة دي، ما تكبر يالا كده، مالك فيه ايه يعني لما امك ما تجيش، وهتسيبه وتمشي. فهتروح له نانهي بالخيارة بتاعتها وهتقعد جنبه من غير ما تتكلم عشان ما يعرفهاش، فهتحاول تخفف عنه وتحضنه كمان، فهيقعد يعيط في حضنها وهي بتطبطب عليه، لكن هيشم ريحتها وهيعرفها وهيقوم ويقول لها اشوفك في عرض الازياء. وفي الاستعدادات للعرض هيغمى على ميجو لانها قلقانه وعندها اضطراب اجتماعي، وهترفض تشارك وهتاخد تي معاها المستشفى. هيطلب من سي جون يكون العارض مكانه وهيوافق، وهيخرج على المسرح بالتصميم بتاع نانهي وكله هيعجب بالطقم وبثقته بنفسه، وهيخلص ويطلب منها تكون العارضة بتاعته برضه، وهتطلع فعلا على المسرح لكن هتكون خايفة